إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يقتدي بها إلا كل منيب سالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اعلموا أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع ومن الضلالات ومن النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين عباد الله، حديثي في هذه الجمعة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها، مع وقفات مع فصل الشتاء وبرودة الجو وتغير المناخ. أمة الإيمان والإسلام، إن في تغير المناخ وتغير الفصول آيات لأولي الألباب تزيد المؤمن إيمانا وتبعثه في التفكر في آيات الله وفي التدبر في قدرة الملك الجبار سبحانه. يقول جل وعلا في محكم التنزيل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ويقول الحق جل وعلا: إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أمة الإيمان والإسلام، إن أشد ما تجدون من البرد وأشد ما تجدون من الحر لهو من نفس جهنم، كما
أخبر بذلك الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا. قال: فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من نفسها، وأشد ما تجدون من الزمهرير أي من البرد من نفسها. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أمة الإيمان والإسلام، الوقفة الثانية: الشتاء ربيع المؤمن. لماذا؟ لأن المؤمن يرتع في بساتين الطاعات ويسرح فيه في ميادين العبادات. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصامه قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الشتاء الغنيمة الباردة للعابدين، طال ليله فقاموه وقصر نهاره فصاموه. وهذه العبادتان يا عباد الله لهما أثر عظيم في حياة المرء وعلاقته بربه جل وعلا. إي والله لهما أثر عظيم في صلاح العبد في دينه ودنياه. فمن قام الليل زاد خشوعه وزاد خوفه ومراقبته لربه جل وعلا، وزاد إيمانه وعظمت مراقبته لله جل وعلا، بل رفعت درجاته وكفرت سيئاته وبدلت إلى حسنات. يا أمة الإيمان والإسلام، قيام الليل عبادة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. بل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة فقال: قيام الليل. يا أمة الإيمان والإسلام، يقول الحق جل وعلا مادحا عباده وذاكرا صفات أهل الإيمان أنهم ممن يصفون أقدامهم في الليل بين يديه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ماذا يا رب؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أمة الإيمان والإسلام، ذكر الله عز وجل الجنة ونعيمها ثم بين من هم أهلها فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يا أمة محمد، قيام الليل له فضائل عظيمة امتدح الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. أمة الإيمان والإسلام، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أمة الإيمان والإسلام، وأفضل ما في هذه الليالي إنها ثلث الليل الآخر، ولا يوفق الله
لقيام الليل إلا من يحبه، إلا من اصطفاه، إلا من اجتباه، إلا من اختاره، إلا من اصطفاه واجتباه واختاره للوقوف بين يديه، للوقوف بين يديه. ثلث الليل الآخر إنها ساعة هي أعظم ساعة في يومك وليلتك، إن حرمتها فإنك ورب الكعبة لمحروم، لأن الله عز وجل يعرض فيها المسألة على عباده ليحقق لهم ما تمنوا، يستجيب دعاهم، يقيل عثراتهم، يقيل عثراتهم، يغفر ذنوبهم، يقضي حوائجهم، يسهل لهم ما تعسر عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثلث الليل، إذا كان الثلث الآخر من الليل تنزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه إلى سماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أمة الإيمان والإسلام، أرأيتم يا عباد الله في الأيام الخوالي عند أن كانت الأزمة في الغاز والأزمة في المشتقات النفطية، وهكذا عند أن كانت تصرف بعض المنظمات بعض الأطعمة التي هي من أردى أنواع الأطعمة، كيف يذهب الناس ويصطفون هناك صفوفا، لربما باتوا ليال طويلة من أجل لعاعة من لعاعة الدنيا. بينما لو قلت لأحدهم: قم وناجي ربك واسأله في آخر ساعة، لاستهزأ بك ولاحتقر كلامك. وحالنا وحاله: أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء. سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. عباد الله، لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بكمال الإيمان للخلص من العباد من هم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوتر إلا مؤمنا. أمة الإيمان والإسلام، وقصر نهاره فصامه. أتدري ما في صيام التطوع؟ من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال أهل التفسير: هم أهل الصيام، لأن الله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يا عباد الله، يكفي شرفا أهل الصيام أن الله جعل لهم بابا من أبواب الجنة لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخله إلا الصائمون. عباد الله، فاحرصوا رحمكم الله على اغتنام هذه الليالي وهذه الأيام بكثرة الصيام وبقيام الليل. بكى معاذ بن جبل، واسمعوا يا عباد الله، بكى معاذ بن جبل أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام عند مرض موته، فقيل له: ما يبكيك يا معاذ؟ ما الذي يبكيه؟
يبكيك؟ قال والله ما أبكي على دنياكم ولكني أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليالي الشتاء هذا الذي بكى عليه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه. أمة الإيمان والإسلام، وهناك عبادة عظيمة في هذا الشتاء وفي هذا الفصل بالذات، عبادة يكفر الله بها الذنوب ويرفع بها الدرجات ويحط بها السيئات ويقيل بها العثرات. إنها إسباغ الوضوء على المكاره. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اختفى، ثم أما بعد. معاشر المسلمين عباد الله، الوقفة الثالثة رعاكم الله هو أن نتأمل النعم التي نحن فيها من نعمة الملبس والمطعم والمشرب والمسكن. هذه النعم التي حرمها كثير من الناس وكثير من المسلمين، لا سيما في زماننا هذا يا عباد الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أناس كانوا في الأيام الماضية في بيوت وقصور ودور، وهم اليوم تحت الخيام، خيام لا تقيهم حرارة الشمس ولا برد الليل ولا قطرات الأمطار، وقد كانوا بالأمس يسكنون دورا وقصورا وعمرانا. زالت عنهم النعم وحلت في ساحتهم النقم، ولا يدريك يا عباد الله أن نكون مثلهم في الأيام القادمة إن لم نشكر الله على ما نحن فيه من النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكروا الله على نعمه يزدكم، اشكروا الله على نعمه يزدكم. أمة الإيمان، النعم متى شكرت قرت ومتى كفرت فرت. وإذا كنت في نعمة فارعاها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع الوخم. أمة الإيمان والإسلام، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه وشرابه أو آوى إلى مضجعه أن يقول: الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وآواني وكفاني، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى. أمة الإيمان والإسلام، الوقفة الأخيرة وبها أختم. إن هذا البرد يا عباد الله
برد شديد، وإن هناك من إخواننا الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام من يعانون من برودة الجو ومن ظمأ الهواجر، من يعانون يا عباد الله الجوع والمخافة والعري. فلا بد علينا أن نتراحم فيما بيننا إن أردنا أن يرحمنا ربنا. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ليجد غنيكم على فقيركم وليعطف من معه على من ليس معه. عباد الله، تفقدوا أرحامكم، لا تذهب بصدقتك بعيدا. انظر أختك، انظر أخاك، انظر قريبك، انظر قريبك، فإن الصدقة عليهم صدقتين، الصدقة على الأقربين صدقتين، صدقة وصلة، وعلى الغريب صدقة واحدة. أمة الإيمان والإسلام، خرج رجاء ابن يحيى رحمه الله إلى المسجد يوما، فرأى رجلا يبيت في المسجد يرتعش من البرد، وكان عليه جبة وكساء، فخلعهما رجاء بن حيوة رحمه الله وكسى بهما ذلك المسكين، ثم رجع إلى بيته ليس عليه إلا إزار، فرآه رجلا من قومه أنه دخل الجنة، فلما أصبح أتى رجاء بن حيوة فقال: أما إني رأيتك البارحة في الجنة في كساء ورداء كسوتهما مسكين. عباد الله، لا بد علينا في هذه الأزمة التي تمض في البلاد أن نتراحم، أن نتعاطف، أن يرفق بعضنا ببعض، أن نترك الشحناء والبغضاء، أن نتآلف. يا عباد الله، يا أمة الإسلام، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فاتقوا الله عز وجل وارحموا بعضكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم لم شعثهم، اللهم آخ بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم كن لإخواننا في السودان، وكن لإخواننا في غزة، وكن لنا في بلادنا. اللهم أطعم جائعنا، واسق ظامئنا، واكس عارينا، وأمن خائفنا، وفك أسرانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم من أراد ببلادنا وببلدان المسلمين سوءا أو مكروها، اللهم رد كيده في نحره، اللهم اشغله بنفسه، اللهم زلزل الأرض من تحت قدمه، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم عليك بدولة الكيان المغتصبين يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر.